راديو بويار اف ام. بويار عطر الإذاعات. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج طبيبك الذي يبث أسبوعيا عبر أثير إذاعة بويار اف ام على الموجة الإذاعية 103.5 يوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أشيع الأمراض التي تصيب الأذن والأنف والحنجرة وكيفية الوقاية والعلاج منها. يسعدني أن أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة همرين شيخ موس فتاح، أخصائية بأمراض الأذن والأنف والحنجرة، خريجة جامعة دمشق وحائزة على شهادة البورد السوري. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا، مساء الخير. شكرا لحضورك معنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، بإمكانكم الانضمام إلينا عبر الهاتف الأرضي 429 101 وأيضا عبر رسائل الواتس على رقم 0938 280 814 وأيضا عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية bouyerpress/عربي. بداية دكتورة، يلاحظ في كثير من الأحيان انتشار مرض الزكام خلال الشتاء. ما هي أسباب حدوثه وطرق العلاج من مرض الزكام؟ هلا الزكام أو الجريب فينا بالبداية نعرفه أنه هو مرض فيروسي معدن يصيب الطرق التنفسية العلوية، يؤثر بشكل خاص على الأنف والجيوب جانب الأنفية ويؤثر على الحلق والحنجرة. هلا البداية يعني الأعراض تبدأ بالظهور بعد أقل من يومين من التماس مع الفيروس. هلا الزكام البالغ يصاب فيه، لكن معدل إصابة الأطفال طبعا فيه أكثر. البالغ يمكن يصاب بالسنة 4 مرات، لكن الأطفال يمكن أن يصل معدل إصابتهم بالزكام ل7 مرات بالسنة. هلا في كتير سلالات من الفيروسات، يمكن في 200 سلالة من الفيروسات التي تؤدي إلى الزكام، لكن يعتبر الفيروس الأنفي هو الفيروس الأشيع. هلا إذا نحكي عن السبب انتشاره في فصل الشتاء، هو إنه في فصل الشتاء هناك انخفاض بدرجات الحرارة. فانخفاض درجات الحرارة وتعرض الجسم لدرجات حرارة منخفضة لفترة طويلة يسبب نقص بمناعة الجسم، فالجسم بيكون قابليته للتعرض لمرض الجريب أكثر بفصل الشتاء. بالنسبة للزكام هلا بشكل عام ما له لقاح، ما له في تعليمات يعني الوقاية منه، خاصة ننصح الأطفال يعني بعدم لمس العينين واليدين وغسل اليدين، ويمكن يعني الأفضل استعمال كمامات للطفل أو للشخص المصاب بالجريب حتى ما يعدي غيره يعني. بالنسبة يعني كيف شو ننصح المريض المصاب بالزكام إنه بالضبط بالراحة، غراغر فموية بالماء المالح الدافئ، أعطاء يعني شرب سوائل كتيرة. بالنسبة للأدوية يفضل عدم أعطاء الصادات الحيوية، الاقتصار على موضوع أعطاء مسكنات ألم، خافضات حرارة، يعني أدوية تخفف من الأعراض طبعا. حتى أدوية السعال يفضل عدم أعطائها في مرحلة الزكام. بفهم منك دكتورة أنه ما في لقاح معين لمرض الزكام؟ يعني اللقاح مثل ما قلت لك في 200 سلالة من الفيروسات يعني تسبب الزكام. هلا في فيروسات أشيع بس أنت ما عم تغطي باللقاح كل فلا ما في لقاح. الأفضل هي الوقاية، الأفضل اتخاذ إجراءات تقي من الإصابة، أو عند الإصابة الحذر وباعتبار أنه هو مرض معدن فنعطي نصائح يكون الأفضل. نعم دكتورة، أحيانا بنسمع أنه في حدا انصاب بمرض الزكام أو الجريب ومات، فهل يوجد نوع بالفعل من الجريب يؤدي للوفاة؟ هلا موضوع الزكام قاتل، هو طبعا الزكام مرض غير قاتل، لكن الزكام يهدد بالموت، بمعنى أنه إذا كان الزكام شديد بالنسبة للأشخاص المهددين هن الأشخاص ناقصي المناعة، شخص مناعته كتير قليلة بسبب ما، مثل المرضى اللي يزرعوا أعضاء
مرضى يتناولوا أدوية تكبح المناعة، هدول الأشخاص طبعا معرضين لأنه القريب يأثر عليهم أو بمعنى يهدد حياتهم ويمكن يؤدوا إلى الوفاة طبعا لهالأشخاص. يعني مثل ما قلت لك الزكام غير قاتل لكن يهدد بالموت لفئات معينة، وخاصة إذا كان القريب شديد أو الفيروس شديد طبعا. نعم دكتورة، كمان من الشائع بفصل الشتاء هو حدوث التهاب اللوزات، فشو هي أسباب الرئيسية لحدوث التهاب اللوزات برأيك؟ هلا التهاب اللوزات الأسباب بشكل أشيع طبعا هي الأسباب الفيروسية، ويمكن أن تكون طبعا العدوى بكتيرية كمان، لكن مثل ما حكيت لك السبب الشائع والسبب الفيروسي. والسبب الفيروسي بيرجح أنه أنت تبتعد عن الصاد، ما تستعمل الصادات، مثل ما حكيت قبل شوي أنه نلجأ لعلاجات أخرى مثل الراحة والغراغر واستعمال خافضات الحرارة ومسكنات ألم والابتعاد عن الصادات، إلا إذا تحولت العدوى إلى عدوى فيروسية جرثومية عفوا. العدوى الفيروسية شوي بتنتشر، يعني يمكن تنتشر لمناطق الأنف، للحلق، للحنجرة. العدوى الفيروسية الجرثومية بالتهاب اللوزات يعني يمكن أن تكون مقتصرة على اللوزات طبعا، اللوزات نفسها. يعني بفحص اللوزات نشوف احمرار باللوزات، نشوف ترفع حروري، نشوف بقع بيضاء على اللوزات طبعا في الإنتان الجرثومي، وكمان رائحة فم كريهة. هناك مؤشرات يعني تدل أنه الإنتان هو جرثومي أو فيروسي مشان نعرف طريقة العلاج، طريقة علاج الالتهاب اللوزات. التهاب اللوزات. دكتورة بفهم منك أنه الالتهاب الفيروسي هو أخطر من الالتهاب الجرثومي؟ هلا انه لا ما فينا انه نقول لا مو هون التقييم انه تعرف السبب مشان تعرف تعالج. لانه الاشياء هو الانتان الفيروسي، والعلاج عندنا طبعا بمجتمعاتنا هو العلاج بالصادات. فهون لازم نعرف السبب مشان نعرف نعالج، لانه استعمال الصاد والانتان يكون فيروسي يؤدي الى فشل العلاج الدوائي. نعم دكتورة، هل استعمال المضادات او الصادات الحيوية بكثرة يؤدي الى نقص المناعة أو يؤثر على المناعة مثلا؟ الصادات تناولها بشكل عشوائي يؤدي فشل العلاج المرض يعني. وكمان فكرة أنه تستعمل الصاد بجرعات مفرطة، تستعملها بجرعات عالية، يمكن أن تقتل الجرثوم، وبنفس الوقت كمان تنتج جرثوم يقاوم الصاد اللي أنت عطيته. فالتناول الصاد بجرعة مفرطة خطأ، تناول الصاد بشكل عشوائي خطأ. يعني معرفة السبب المرض مشان تعرف شو تستعمل، صاد أم تستعمل أو تتجه إلى علاجات أخرى. دكتورة لو سمحتي بنروح لفاصل وبنرجع لنكمل. أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا بنذكر المشاهدين والمستمعين أنه ضيفتنا لليوم هي الدكتورة هامرين شيخ موسى فتاح، هي أخصائية بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. دكتورة، نحن وصلنا قبل الفاصل لالتهاب اللوزات، حكينا عن العلاج. طيب في أحيانا الناس بتلجأ أو بعض الأشخاص بيلجأوا لعمليات جراحية. طيب السؤال، متى نلجأ للعمليات الجراحية بالضبط؟ هلا فينا نحكي إنه عملية اللوزات هي من أشيع العمليات طبعا. بالضبط. هو يعني بدنا نفصل هون في شيء اسمه سبب مطلق. يعني إذا هل الشغلة موجودة، يعني حتما هناك التفكير بالعمل الجراحي، واستطبابات نسبية يعني أقل إمكانية فيك تتأنى قبل العمل الجراحي. هلا مثل ما حكيت لك الاستطبابات المطلقة أي ضخامة باللوزة تأثر على التنفس. يعني الطفل أثناء النوم يعاني من توقف تنفس، هون تفكر بالعمل الجراحي. أو إذا الطفل عانى من أي اضطرابات قلبية، يعني قلب رئوي سبب مشكلة قلبية، فطبعا يجب استئصال اللوزات. كمان في شك بالخباثة، ضخامة لوزات وحادية الجانب بطرف واحد. إذا كانت الضخامة بطرف واحد وعندنا شك بالخباثة نستأصل اللوزة. التهاب لوزات تؤدي إلى اختلاجات حرورية تؤثر على الطفل. هالاختلاجات فكمان نفكر بالعمل الجراحي. فشل نمو الطفل، إذا اللوزات سببت له فشل نمو، استطباب مطلق لاستئصال اللوزات. بالنسبة للاستطبابات النسبية، هلا مثل ما حكيت لك مثلا التهاب لوزات أكثر من 5 مرات 7 مرات بالسنة،
كمان استطباب لاستئصال اللوزات، لكن ليس سبب مطلق. يعني شخص أو طفل يعاني من تغيب بالمدرسة لمدة أسبوعين بالسنة، شخص يتغيب عن العمل فترة أسبوعين أو أكثر كمان يعني يلجأ للعمل الجراحي. ممكن خراجات اللوزة، ممكن حصيات اللوزة، نزف، إذا ورد نزف باللوزة كان ناكس ومتكرر كمان فكر بالعمل الجراحي. في أشخاص كتير يعانوا من التهاب عقد لمفاوية، كمان استطباب لاستئصال اللوزات مثل ما حكيت. في سبب تاني كمان هي رائحة الفم الكريهة. إذا كانت رائحة الفم الكريهة من اللوزات، كتير أشخاص يلجأوا للعمل الجراحي للتخلص من هالمشكلة. طيب دكتورة، في معتقد إذا صح التعبير عند الأهالي بالضبط أنه بيقولوا إذا استأصلنا اللوزات هذا الشيء بيؤدي إلى نقص مناعة الطفل. هل هذا الشيء صحيح دكتورة ولا؟ هلا كتير العالم، كتير المرضى بيسألوا نحن ما بدنا نشيل لوزات الطفل لأنه بده يخرب له الجهاز المناعي. بالضبط. هلا يعني الشغلة الأكيدة إنه مناعة الجسم قبل عملية الاستئصال وبعد عملية الاستئصال متساوية. إنه اللوزات طبعا هي خط الدفاع الأول ضد الجراثيم، بس هاي الشغلة بالسنة الأولى من العمر. السنة الأولى من العمر اللوزات هي خط الدفاع الأول، يعني هي اللي بتحمي الجسم، تمنع الأجسام الغريبة إنه تروح للرئتين، تقوم بعملية التصفية. لكن بعد 3 سنوات ينحصر دور اللوزات. هلا فمثل ما حكيت لك إنه اللوزات إذا انشالت يعني بالعمل الجراحي ما بتقلل مناعة الجسم، بتضل مناعة الجسم مثل قبل، لأنه نحن أصلا عملية اللوزات تستأصل بعد عمر 3 سنوات ونصف. يعني بيكون الجهاز اللوزات هي وفرت للجسم الجهاز، يعني كانت خط دفاع، يعني ما تأثرت. فالعمل الجراحي قبل وبعد استئصال اللوزات متساوي. دكتورة، بفهم منك إنه اللوزات لها دور فعال بالمناعة أو دور بالسنين الأولى من العمر، السنوات الأولى من العمر. بعدها يعني بتقل فعاليتها، بتقل في أجهزة وشغلات تانية بالجسم هي اللي تتولد دفاع على الجسم. نعم. قبل مثل ما حكيت لك السنة الأولى يعني هي الخط الدفاع الأول. نعم. بعد 3 سنوات يتراجع دور اللوزات في حماية الجسم. دكتورة، في عنا سؤال على البث المباشر من الأخ رامان، عم بيقول: أنا بعاني من زمان من التهاب الجيوب وانحراف وتيرة، بس صار لي 3 سنين بألمانيا. حاس حالي صرت أسوأ بألمانيا، وبحس إنه على طول سقف حلقي ملتهب. السؤال عنده هو شو الأسباب يا ترى، وهل تغير المناخ بيأثر على مرضى الجيوب؟ طبعا هو جاوب حاله، يعني إنه التغير الطقس هو اللي يغير، يعني إحدى أهم العوامل. طبعا هي درجة الحرارة، اختلاف درجة الحرارة، اختلاف الرطوبة هي اللي بتعمل مشكلة. فهو لما غير الجو تغير معه كليا. في عالم تغير الطقس بأمراض معينة تسوء وعالم تتحسن. فالرطوبة والأمطار وتغيير درجات الحرارة بتغير الموضوع. فهو مشان هيك ما لائمته البيئة هنيك، يعني ما لائمه الطقس هنيك. طيب دكتورة، شو بتنصحي من علاج؟ هلا حسب الأعراض، إذا عانى من سداد أنف وما تحسنت الأعراض عنده والصداع والشغلات، يعني هو الأغلب يلجأ لعمل جراحي. عمل جراحي على الوتيرة، تصحيح تقويم الوتيرة بعمل جراحي. مثل ما حكيت لك حسب الدرجة، حسب الأعراض اللي عم يعاني من الشخص. إذا ما له قدران يتحمل ويعاني من سداد أنفي، فعلى الأغلب العمل الجراحي. كمان في عنا سؤال على الواتس عم بيقول: بالنسبة للإنسان اللي بيتناوب معه الشخير أثناء النوم، هل له علاج بدون إجراء عملية جراحية؟ وما هي أسباب الشخير؟ هلا الشخير له كتير أسباب، يعني حتى بين النساء والرجال يختلف. محيط العنق، محيط الخصر، وجود أي عائق، اللوزات، الناميات، يعني وضعية النوم يمكن يعني في كتير انسداد الأنف، الوتيرة بدرجات معينة، البدانة، حتى مثل ما حكيت لك العنق، يعني الخصر أبعاد معينة إلى دور. فيجب معرفة السبب بموضوع الشخير. له دراسة موضوع الشخير، له دراسة. بدك تحط الأسباب اللي ممكن تسبب الشخير عند الشخص الموجود اللي عندك، وذكر أنثى، شو المشاكل اللي عنده. كتير أسباب للشخير، ما فينا نحصرها بشغلة معينة. لازم نعرف السبب مشان نعالجه. نعم. دكتورة، ما هي أسباب حدوث الناميات الأنفية وما هي طرق المعالجة منها؟
الناميات مثل موضوع اللوزات كمان خط دفاع ضد الجراثيم والفيروسات. بس بحالات هي موجودة عند الأثناء، يعني عند الولادة هي موجودة، لكن موضوع تكرر الإنتانات الفيروسية والجرثومية هي اللي تسبب حالات شديدة وأعراض تخلينا نلجأ لطرق حتى جراحية لعلاجها. الناميات هي بالخلف، يعني خلف التجويف الأنفي، إلى حجم معين، يعني حتى هي تبدأ بالتراجع بعد عمر 5 سنوات، عند البلوغ تختفي نهائيا. لكن إذا عنا حجم معين من الناميات وعنا انتانات عم تتكرر فيروسية وجرثومية، وعنا أعراض عم نشوفها عند الشخص تزعجه، يعني الناميات يعني نلجأ للعمل الجراحي في الحالات الشديدة. يعني هي مثل اللوزات، إذا سببت أعراض أثرت على القلب، أثرت على التنفس، سببت نوب وقف تنفس أثناء النوم، غيرت شكل الوجه، فنلجأ لطرق جراحية. طيب دكتورة، في عندي سؤال. هلأ ممكن ترجع هالناميات بعد العمل الجراحي؟ هلا العمل الجراحي للناميات بيكون عن طريق تجريف، ما في شق جراحي من جوف الأنف. الجرح يلتئم خلال أسبوع يعني. هلا موضوع نكس الناميات نادر. موضوع النكس بيرجع أنه العمل الجراحي الأول غير كامل. تنكس الناميات عندما يكون العمل الجراحي الأول غير ناجح. دكتورة، في عنا سؤال على البث المباشر، عم بيقول ابني عمره 3 أشهر، أنفه مسكر، عم حط له دواء وكمان عم يعطس، بس ما عم يفتح كتير، مبين الدواء ما عم يعالج الأنف بشكل، تسكيرة الأنف بشكل منيح. شو بتنصحي دكتورة؟ هلا موضوع قد ايه عمره؟ 3 أشهر. هلا موضوع الأعمار الأقل من سنة حتى مضادات الاحتقان ممنوعة. يعني نعطي بس مرطبات، سيروم ملحي لتحسين التنفس. يعني حتى لو وصل لدرجة الصعوبة بالتنفس نوصل لعمر 9 أشهر بحالات معينة، طبعا لعمر السنة، ونلجأ هون للعمل الجراحي. إذا كانت كتير شديدة، إذا أثرت عليه، إذا قدران يتحمل، مثل ما حكيت لك الناميات تتراجع. يعني يمكن بعمر 5 سنوات تتراجع نهائيا، ففي فرصة تراجع عفوي، فالواحد فيه يصبر. بس بالحالات اللي ذكرت لك انه اذا اثرت سببت وقف تنفس للطفل اثناء النوم، نلجأ للعمل الجراحي باقرب، يعني انه 9 أشهر اذا قدران يتحمل يمكن نقوم بعملية ناميات. نعم. يعني دكتور، ما بتنصحوا بالمضادات الحيوية او بالدواء بعمر بطفل عمره صغير؟ الصادات ما في مشكلة، بس مضادات الاحتقان يعني بعمر الأقل من سنة ممنوع، بس الصادات ما في مشكلة. هلا هي كمان مثل اللوزات بتصير فيها انتانات فيروسية وجرثومية، هي بالأصل نسيج، يعني مثل ما حكيت لك خلف تجويف الأنف بنيتها مثل بنية اللوزات. فهون بتعالج بالصادات، بتعطي دواء للطفل مشان انه تكرر الانتان بيسبب له مشاكل، يعني بيسبب له احتقان انفي، بيسبب له سيلان، بتشقق شفته من كثر ما عم يتنفس من تمه. حتى هون موضوع الناميات تأثر على الأذن، يعني تكرار الالتهابات يمكن تأثر على الأذن الوسطى والداخلية، بحيث تسبب لنا وجود سائل ضمن الأذن الوسطى، تسبب نقص سمع، فتأثر الناميات حتى على الأذن. فهون لازم نعطي صادات، نعالج الطفل، نترك له فرصة العلاج التلقائي، وإذا ما تحسن طبعا نلجأ للعمل الجراحي. دكتورة، رح نجي نحكي شوي عن التهاب البلعوم. شو هي الأسباب الرئيسية لحدوث هذا الالتهاب؟ هلا البلعوم هو ممر للهواء والأكل، يعني بيلتهب مثل أي عضو بالجسم بإنتانات فيروسية وجرثومية. وكما ذكرت يعني إنه الإنتان الفيروسي هو الأشياء، طبعا حتى بالبلعوم الإنتان الفيروسي هو الأشياء. نعم. فيروسات مثل فيروسات الإنفلونزا، الحلق، كله بتسبب التهاب. وإنتان الجرثومي كمان في جراثيم معينة تسبب لنا التهاب البلعوم. هلا بالنسبة لالتهاب البلعوم يمكن يكون تحسسي كمان، حتى يمكن يكون غير معدي، يعني شيء تخريشي يسبب الالتهاب. مثلا أدوية معينة، مضادات الذهان يمكن تسبب التهاب بالعوم. كمان أي تهيج ميكانيكي كيميائي، يعني سبب غير معدن، يعني غير جرثومي، غير فيروسي، غير تحسسي، كمان يسبب لنا التهاب البلعوم. هلا معالجته كمان مثل ما ذكرت، هلا حسب السبب. إذا كان السبب جرثومي تعطي صادات، إذا كان السبب فيروسي كما ذكرنا نقتصر على خافضات ومسكنات. وهون يمكن أن نعطي بالتهاب البلعوم مضادات الاحتقان ومضادات الهستامين. وطبعا ننصح بالغراغر، حتى بموضوع التهاب البلعوم غراغر مي دافئة أو مالحة كتير منيحة.
دكتور، بناء على هالحكي في عنا كمان سؤال من الأخت ثريا عم تقول شو سبب الالتهاب المستمر بالحنجرة واللوزات أكثر من 4 مرات بالسنة؟ هلا هو منطقة تماس، يعني الفم منطقة تماس مع الجراثيم، ويعني إذا في عنا شيء زكام وهي شغلات بتنتقل عن طريق الأنف ولمس اليدين، فاللوزات معرض يعني مثل ما حكيت لك منطقة الفم مفتوحة فتتعرض للإنتانات. أما موضوع الحنجرة فهذا موضوع لحاله، كمان يصيبوا إنتان، بس اللوزات وموضوع البلعوم هي الأشياء طبعا من ناحية الإنتانات. نعم. دكتورة، شو هي أسباب حدوث الرعاف الأنفي أو النزف الأنفي وخاصة عند الأطفال خلال فترة النوم؟ هلا رعاف الأطفال مو شرط يحدث خلال فترة النوم. الرعاف حالة شائعة جدا عند الأطفال، لكن غير خطيرة طبعا، لأنه هو الرعاف شو هو نزيف عم يطلع من الأنف، في له سبب، يعني في له أسباب كتيرة. من الأسباب الشائعة طبعا هي نكش الطفل بإيديه لأنفه، يعني خاصة إذا كانت أظافره شوي مو مقصوصة فبتسبب له الرعاف. كتير أسباب تانية يمكن تسبب الرعاف، مثل ما حكينا هي النكش أو الرض هي الأشياء، يعني يمكن الطفل عم يحرك كتير، عم يرد أنفه كتير، كمان تسبب له رعافات. يمكن أن تكون هناك أسباب دموية كمان، يعني نفكر بأنواع فقر الدم، يمكن أن تسبب له أنواع أمراض دموية يعني تسبب له رعافات. بس الأسباب وحتى أسباب وراثية، أدوية معينة، كثرة استعمال المضادات الاحتقان أو بخاخات الأنفية كمان تسبب للطفل رعافات، أو للشخص الكبير حتى. بس رعافات الأطفال سليمة. رعافات الأطفال علاجها بسيط يعني. هلا علاج الرعاف في شيء اسمه علاج منزلي وعلاج دوائي. هلا الطفل عم يعاني من رعاف، في إجراءات بدك تقوم فيها لتوقف له الرعاف وانت بالبيت، إذا قدران توقف الرعاف، إذا ما كان الرعاف غزير يعني فيك تقعد الطفل، يعني يكون طفل جالس شوي راسه منحني لقدام، يعني ممنوع الانحناء، ما بدك الاستلقاء ممنوع أثناء الرعاف عند الأطفال. هيك الدم عم يرجع لورا، خسرات عم ترجع لورا. تضغط انت بإصبعتك على المنطقة الأمامية من الأنف، ما تضغط على الجزء العظمي. القسم الأمامي قسم غضروفي، هو الموعى، هو أغلبية 90% من الرعافات تحدث في المنطقة الأمامية. الرعافات الخلفية غير شائعة عند الأطفال، فأنت مجرد ما تضغط، ضغطك رح يكون يعني تختار مدة مثل 10 دقائق، الضغط بنفس القوة، يعني أنت ما عم يعني تضغط وبعدين تخفف الضغط إيديك، لا تضغط بنفس القوة فترة مثل 10 دقائق. مثل 10 دقائق تضغط والدم رح يتوقف. تعطي للطفل تشربه شيء بارد سائل، حتى لبعد ساعة من الرعاف ممنوع تنظيف الأنف. حتى الحمام الساخن يمكن هالبخار يهيج الأوعية، يرجع الخسرات وهالشغلات ترجع تنفتح. يعني هي إجراءات منزلية. إذا ما توقف الرعاف أو بعدين استشرت الطبيب بموضوع الرعاف، يجي هون موضوع العلاج الدوائي، تعطي جيل، تعطي تفكر حتى بدك تفكر حتى بالكي الجراحي. يعني إجراءات تانية بدك تقوم فيها إذا كان الرعاف غزير. في رعافات غزيرة يمكن أن تهدد الطفل، حياة الطفل، تسبب له صدمة بنقص الحجم، تسبب له فقر دم، تسبب له مشاكل. بس مثل ما حكيت لك أغلبية الرعافات يعني بتتوقف، بتكون أغلبيتها بعد عمر السنتين، يعني تحت عمر السنتين بنفكر بمشاكل، نطلع على جسم الطفل إذا في كدمات، إذا في مشاكل تانية مشان نفكر فيها. بعد عمر السنتين، يعني من السنتين ل10 سنين، هاي العمر الشائع لحدوث الرعاف. يعني ما في شيء خطير إذا بعمر السنتين ل10 سنوات بشكل متكرر عادي في جفاف، يعني بيصير في قريب في جفاف بالأنف، في ممكن يسبب له رعاف. يعني مو شرط نفكر الأهل لما يشوفوا دم يجي من أنف الطفل بيفكروا فورا بالشيء الخطير، بيخاف يعني لما يشوف الدم. أغلبيته مثل ما حكيت لك هي شيء سليم، ما في أبدا. إذا لا سمح الله صار بجسم الطفل كدمات، أي أعراض، أي آثار، شغلات تانية، هون تفكر بالأمراض الوراثية، الأمراض الدموية. بس ما دام ما فيها القصص ممكن الضغط بالإصبعتين توقف له الدم تماما للطفل. قبل ما ننتقل لأمراض الإذن، في عنا كمان الأخ بافي ألند عم يقول قبل 15 سنة سويت عملية انحراف وتيرة، وأحس أنه رجع الانحراف، وبحس بانسداد الأنف، هالانحراف رح يرجع مرة تانية، وممكن يكون سبب الشخير
الشخير عند النوم، هو كان سؤاله أول شيء عن الشخير دكتورة، يعني شو هو علاج هذا الشيء؟ هلا موضوع العمل الجراحي على الوتيرة وارد نعم. النكس، يعني خاصة إذا كان الانحراف بالقسم الغضروفي، القسم الأمامي، القسم العظمي لا، أو أحيانا طبعا حالات نادرة الوتيرة ذاكرة عم ترجع تنمو، يعني في أحيانا في احتمالات للنكس، في احتمال يكون العمل الجراحي غير صحيح يعني، بس كعمل جراحي احتمال النكس الوتيرة وارد يعني للمريض، مشان هيك يمكن يرجع العمل الجراحي بعد فترة شوي يتراجع عنده الأمور يعني. موضوع الشخير كمان وارد يكون من الأنف، وارد يكون من شيء تاني يعني ما كان السبب أصلا من الأنف لعمل العمل الجراحي. في مريض يعاني لك من الصداع يعمل الوتيرة يقول أنا الصداع ما راح، يعني في مشاكل تانية، في أمور تانية تسبب له الصداع يمكن ما تكون، يعني لازم تحط المريض بالصورة، أنا بدي أعمل لك العمل الجراحي مو شرط الصداع يروح يعني. فمشان هيك لازم يكون المريض بالصورة. طيب دكتورة، كيف ممكن الأهل يميزوا بين الطفل اللي بيعاني من نقص أو عدم القدرة نهائيا على السمع؟ شو هي طرق تقييم السمع عند الأطفال؟ هلا الطفل بداية بالأعمار والأشهر الأولى لما بيسمع أصوات هو ما بيقدر يحكي مثلا، فبيتفاعل بالحركة بكتير. الطفل بالأشهر الأولى بيحرك كتير، يعني بيحرك يديه ورجليه، بيتفاعل مع الصوت. هلا إذا أكتر شيء الأم بتلاحظ إنه الطفل عم يستجيب ولا لا. لما تحكي معه يصير عمره 2-3 شهور، إذا ما عم يستجيب للأصوات إنه كيف بده يستجيب للصوت، بيحرك حاله، أو حتى بيطالع صوت ما بيحكي، بس بيطالع غنغنة من يعني بيطالع صوت، بتعرف الأم إنه الطفل عم يتجاوب معها. هلا إذا كان الطفل يعني في ضجة في حواليه صوت عالي وما خاف، فهذا دليل إنه الطفل يمكن ما عم يسمع. إذا عم تسمع الطفل موسيقى وما عم يتفاعل معها كمان بتدل على إنه الطفل في مشكلة. هون لازم نقيم السمع عند الطفل. في نقص سمع، في عدم في فقدان سمع، في نقص سمع بطرف واحد، في نقص سمع بالطرف الثاني. هون لازم تفكر بتقييم السمع عند الطفل. كل ما قيمت السمع عند الطفل بمرحلة أبكر أفضل من أجل اللغة، يعني من أجل تفكر يعني فيك مراحل معينة تعالج الطفل، تلحق الطفل. هلا إجراءات اللي كيف تشخص هن اختبارات عم نعملها لنعرف إنه الطفل عنده سمع ولا لا، مثل تخطيط جذع الدماغ، بس صوتي إذني، يعني إجراءات تشخيصية لنعرف إنه الطفل درجة السمع عنده شقد. هلا هون بعدين لما نعرف نحدد إنه الطفل عم يسمع ما عم يسمع بالمرة، في ضعف سمع، في نقص سمع، في عدم قدرة على السمع. هلا هون العلاج بيختلف. هلا حتى في زراعة القوقعة، زراعة الحلزون، هون إذا كان المشاكل هي مشاكل العصب السمعي، تزرع على الطفل الحلزون بعمر أقل من 2 سنين، فهون الطفل بيتعلم الكلام، كمان بيتجاوب بيتعلم اللغة حسب السبب. إذا كان هناك نقص سمع، ضعف سمع، يمكن الطفل يستعمل سماعات أو يمكن تكون أسباب أخرى تعالجه جراحيا، يعني طيب حسب السبب يضل. السماعات ممكن تفيد الطفل لما نحطها بعمر صغير؟ طبعا السماعات بتفيد. إذا عندك ضعف سمع وبتحط سماعة، الطفل رح يسمع، يعني الكبير مثل الكبير رح يسمع الطفل ورح يتجاوب ورح يتعلم أكتر، يعني بصير يسمع. مرحلة تعلم اللغة، يعني المرحلة اللي فيها الطفل عم يتعلم اللغة هي المرحلة اللي لازمته السمع أكتر يعني. نعم. طيب دكتورة، متى يجب البدء بعمليات أو بإجراءات المعالجة عند الطفل؟ هلا حددت السبب بدك تعالج. بعد حددت السبب أبكر ما يمكن، حددت السبب بدك تعالج الطفل. يعني هي مو إنه والله بدي 4 سنوات ولا 5 سنوات لا تأكد ولا يمكن يرجع له السمع ولا لا، أنت بدك تعالج أبكر ما يمكن، بدك تعالج السمع عند الطفل. في عنا سؤال على البث المباشر من حليمة رشو، عم بتقول أنا عندي بنت عمرها 3 سنين، الدكتور قال لازم نشيل لوزات وبده يعمل عملية إذن كمان، مع أنه هي بتسمع. ممكن توضح لنا دكتورة سبب العملية، سبب هالعملية؟ هلا هل تسمع؟ طبعا رح تسمع، انه ما دام الدكتور فكر بعمل حسب نوع العمل، يعني الاغلب يمكن هو خزعة طبلة، ففي نقص سمع، بيكون الدكتور عامل له اجراء معاوقة سمعية شغلة، فشايف في نقص سمع، في قصة التهاب لوزات وناميات موجودة، بتقوم بالعمل الجراحي اللي هو تجريف الناميات. مثل ما حكيت لك، الناميات بتسبب وجود سائل
بتأثر على الأذن الوسطى، بتراكم سائل ضمن الأذن الوسطى، بيسبب للطفل نقص سمع. هون كل ما بكرت بموضوع الخزع كمان الأفضل طبعا. هون موضوع السمع بيكون الدكتور عارف في نقص سمع. هلا البنت عم تسمع بس في نقص سمع، يعني مو إنه ما عم تسمع، في نقص سمع بده بيعالج نقص السمع، مو يعالج عدم السمع. يعني هون في نقص سمع، في ما دام في نقص سمع بيكون في سبب تاني اللي هو مثلا مشكله الناميات، فرح يجرف الناميات ورح يخزع الطبله. انا ما بعرف شو الاجراء طبعا، بس هيك بشكل عام بحكي لك انه بيكون في نقص سمع حتى الدكتور حدد له اجراء. طيب دكتوره، في عندها شق سؤال تاني عم بيقول بعد العمليه كيف بنهتم باذن الطفله؟ هلا انت اذا في مثلا حسب العمل الجراحي ما حددت شو العمل. اهم شيء بموضوع الاذن نحمي الطفل من الانتانات، من العدوى. اذا في حوالي اطفال مصابين بالزكام نبعدهم عنه. كمان نحمي الاذن من المي. يعني بعد العمل الجراحي نعطي نصائح للام كيفيه انه الابتعاد عن دخول الماء الى الاذن. يعني هي الحمايه من الماء. تعليمات معينة تنعطى للأم حسب العمل الجراحي اللي يشتغل عليه. دكتورة، نحن حكينا عن نقص السمع عند الأطفال، رح نجي لنحكي شوي عن تأخر النطق عند بعض الأطفال. شو هي الأسباب الرئيسية لهالشي دكتورة؟ هلا تأخر النطق مثل موضوع السمع، يعني بدك تلاحظوا أبكر ما يمكن. يعني في أسباب طبعا، يمكن أسباب تكون مو عضوية، يمكن تكون أسباب يعني نفسية أو نسميها تخاطبية. يعني يمكن اللي حواليه ما عم يحكوا مع الطفل، يعني عدم وجود حدا عم يحكي معه كتير مثلا، أو مثلا أسباب نفسية. أحيانا أطفال يفقدوا شخص عزيز يبطلوا يحكوا أو يبطلوا يتفاعلوا مع اللي حواليهم. هذه إذا حكينا عن موضوع نفسي. أما في مواضيع مشاكل مرضية، مشاكل عصبية، شلل دماغي يمكن أن يسبب له تأخر نطق، عدم نطق. يعني في أسباب عضوية، موضوع مثلا حتى أنه في لجام لسان، يعني هو نسيج عم يربط اللسان مع الأسفل، يعني مع القاعدة، فيمكن أن ينفك يحرر شوي اللسان يساعده. عمل جراحي، عمل جراحي بسيط هو. ايه عمل جراحي بسيط. هلا هون في كمان مثل ما حكيت انه موضوع تشوف شو هو مشكلة التأخر النطق عند الطفل يعني لازم يوصل لعمر السنة يقول كلمة صحيحة. يعني انه يعني شوية بابا ماما، يتفاعل مع اللي حواليه، يصدر كلمات. يعني هلا اذا وصل لأعمار السنتين وما او 3 سنين وما حكى كلمة بابا او ماما بشكل سليم، فيعتبر هناك ضعف نطق، تأخر نطق، يعني مشكلة. لازم ندور على السبب لنعالج السبب. هون بدنا ننتبه لموضوع السمع. يعني يمكن الطفل ما عم يحكي لأنه ما عم يسمع. لازم تقييم السمع. هون نقيم السمع، هل الطفل عم يسمع وما عم يحكي؟ إذا كان ما عم يسمع، فمشكلة السمع هي اللي ما عم تتيح له الفرصة يتفاعل مع اللي حواليه. مثل ما حكيت لك، كل ما عالجنا موضوع السمع أبكر أعطينا مجال للطفل لتطور الكلام عنده. يعني في عنا سؤال على البث المباشر من الأخ أو من الأخت مهباد أحمد، عم بتقول ضعف السمع يؤدي إلى نطق ضعيف ولكن بعد وضع سماعات، كيف يتم معالجة مشكلة النطق دكتورة؟ هلا حسب المرحلة اللي انت حطيت فيها السماعة. هلا يمكن انت حطيت السماعة بمرحلة متأخرة. هون كمان في مراكز يعني لهالمواضيع، انه كيف يطلع مخارج الحروف مضبوطة، كيف شو عم يحكي، كلمات صحيحة، كلمات غير صحيحة. فمساعدته طريقة مثل ما حكيت لك، مراكز متخصصة بهذا الموضوع. موضوع النطق تساعد الطفل اللي تأخر، اللي حط سماعة بمرحلة متأخرة، شوي عانى من هالموضوع، في مراكز. يعني دكتورة، فينا نفتح هيك مراكز هون عندنا بالمنطقة، ولا يمكن تحتاج لكادر وأدوات؟ طبعا تحتاج إلى أخصائيين يعرفوا موضوع التعامل مع الطفل، كيفية إخراج الأحرف، كيفية يعني تحتاج إلى أشخاص متخصصين بهذا الموضوع. في كمان عندنا سؤال من الأخت الطفل يعني لازم حتى السنتين يحكي ربع الكلمات. يعني ربع الكلمات شيء، يعني مثل ما حكيت لك كم كلمة هيك يعني صحيحة ومضبوطة. أما التفاعل باليدين أو إصدار أصوات غير سليمة أو كلمة غير سليمة، فهذا يعني موضوع أنه الطفل عم يعاني مشكلة نطق. يعني بالضبط. دكتورة، عندنا سؤال على الواتساب، عم بتقول من الأخت فريال، عم بتقول أنا أعاني من الإذن من 4 سنوات، عم أخذ كل أسبوع إبرة ديكلون، بدي أعرف الإبرة بتأثر علي أنا؟
ما يعني هي إبرة الديكلون هي إبرة انعطى يعني تعاني من الإذن. شو هي المشكلة؟ عم تعاني من التهابات متكررة، من نزف سائل من الإذن. شو هي المشكلة؟ في نقص سمع مترافق، في طنين مترافق، في مشاكل، في نقص سمع، في حس امتلاء بالإذن. يعني إذا هو موضوع ألم تاخذ مسكن عادي، تبحث عن السبب. يعني هو الديكلون هو مسكن، يعني ما راح يفيدها بمعرفة السبب، خاصة إذا صارت عندها القصة كتير قديمة. تبحث عن السبب، شو هي السبب، شو عندها مشاكل تاني توجهها للمرض. بدي مرض يعني لعالج، انه بس عم باخذ هيك إبرة ديكلون غلط طبعا. دكتورة، انت حكيتي عن طنين الإذن. هلا في اشخاص بيشتكوا بيعانوا من وجود صوت شبيه بالطنين بالإذن. شو هو هذا الطنين دكتورة؟ هلا موضوع الطنين يعني هو الصوت عم يسمعه. هل هذا الصوت عم يسمعه الشخص نفسه ولا عم يسمع الأشخاص المحيطين فيه؟ هلا إذا الشخص لحاله عم يسمع الصوت بنسميه طنين شخصي، طبعا هو الأشيع. أما الطنين الموضوعي إنه الشخص عم يسمعه والحوالين اللي عم يسمعه كتير نادر هذا الشيء. هذا يكون سبب وعائي، سبب ميكانيكي، أسباب تانية. إذا بدنا نحكي عن الطنين نحكي عن الطنين الشخصي. كتير أشخاص عم يحكوا إنه عم نسمع صوت معين، طبعا عم يشبهوه لشيء معين عم يسمعه. عم بسمع وشي، عم بسمع صوت مثل الحنفية، عم بسمع صوت يعني في عم يحدد، حتى عم يحدد لك نوع طبيعة الصوت. هلا كتير أسباب تسبب الطنين، نبلش فيها كالأشياء. هلا الطنين إذا في شخص كبير بالعمر وعنده نقص سمع شيخي على الأغلب بيترافق مع طنين. هذا موضوع مترافق مع نقص السمع. آفات اللي خلف الحلزون، أمراض كمان تسبب لنا طنين. أدوية معينة تسبب الطنين، مثل الأسبرين يسبب الطنين. أدوية الضغط الشرياني تسبب الطنين. أدوية الاكتئاب القلق تسبب الطنين. يمكن مشاكل الدرق كمان تسبب لنا طنين. فرط نشاط الدرق، قصور نشاط الدرق كمان يسبب طنين. حتى فرط الشحوم يسبب طنين. عوز فيتامينات يسبب طنين، مثل عوز فيتامين الآ، عوز فيتامين بي، عوز الزنك. حتى ممكن أمراض عصبية تسبب لنا الطنين، مثل التهاب السحايا. في كتير أسباب للطنين. الطنين نوقف عليه، نعرف شو السبب، شو المشكلة. دكتورة، ممكن سماعات الإذن تأثر؟ سماعات الإذن تسبب يعني تحسن الطنين، يعني هي كمعالج. نعم. إذا يعني هي تخفي الطنين لعند الشخص، يعني هي كمعالجة للطنين السماعات. دكتورة، رح نحكي شوي عن التهاب الأذن الوسطى. هي عبارة عن عدة أنواع. شو هي الأنواع عن التهاب الأذن الوسطى دكتورة؟ هلا نحن عم تحدد لي أنت الأذن الوسطى، ففي 3 أنواع لالتهاب الأذن الوسطى. في شيء اسمه التهاب أذن وسطى حاد، التهاب أذن وسطى مصلي، التهاب أذن وسطى سيلاني. شو هو التهاب الأذن الوسطى الحاد؟ التهاب الأذن الوسطى الحاد بفترة الإنتان، يعني هي تكون أقل من 3 أسابيع. في أعمار معينة أكثر شيوعا عندهم إصابة. أعمار اللي أقل من 2 هن معرضين التهاب الأذن الوسطى الحاد. السبب يمكن هو الأشياء سوء وظيفة نفير وستاش. نفير وستاش القناة اللي تربط الأنف يعني بالأذن، هي سوء وظيفتها تسبب التهاب أذن وسطى حاد. في هون فينا لو نحكي عن عوامل الخطورة، إذا في ناميات مثل ما حكيت سابقا تسبب انتانات متكررة بالإذن. إذا في تدخين سلبي، حدا عم يدخن حوالين الطفل تدخين سلبي كمان تسبب التهابات أذن وسطى. في مشكلة مناعية عند الطفل كمان تسبب له. أي يعني الأطفال اللي كتير عم يصير عندهم انتانات، يعني عم يقربوا كتير، عم انتانات طرق تنفسية علوية، معرضين لالتهاب الأذن الوسطى الحاد. هون تحدد إنه التهاب الأذن الوسطى الحاد في أعراض، في فحص للأذن. الطفل عم يشكي من ألم، بيهم الأهل بيحكوا إنه الطفل عم يشد أذنه، يعني بيتملل الطفل، بيكون منزعج، في طنين، في نقص سمع، في ألم، يمكن يترافق حتى مع ترفع حروري، يترافق مع التهاب عقد. يعني هذا بالنسبة لالتهاب الأذن الوسطى الحاد. 60% يشفى خلال 24 ساعة، 80% يشفى خلال 2 ل 3 أيام. نسبة كبيرة تشفى بشكل عفوي. هلا إذا مات ما شفي المرض، فأنت هون تفكر بالعلاج. بتعطي صادات فموية، ما بتعطي قطرات إذنية على الأغلب، بتعطي خافضات حرارة، مسكنات ألم، بالإضافة للصادات. هلا إذا بكمل لك عن الالتهاب، في أنواع تانية كمان، هي المصلي والسيلاني. المصلي في سائل خلف الإذن، ما في غشاء الطبل سليم بهالحالة.
إلا إذا صار إنتان ثانوي. هون كمان بتعالج بمضادات الاحتقان، في إنتان ثانوي بتعالج بالصادات. يعني تلجأ هون لخزع غشاء الطبل، لأنه إذا في سائل خلف الإذن بدك تخزع غشاء الطبل إذا ما استجاب للعلاج. طيب دكتورة، في أحيانا الإذن بيطلع منها سائل، ممكن يكون التهاب إذن وسطى؟ أي طبعا، هو التهاب أذن وسطى سيلاني مثل ما حكيت لك. نعم. هذا في سائل، في انسقاب بغشاء الطبل. نعم. سائل عم يطلع لبرا، هذا السائل ريحته كريهة. نعم. نوعيته يعني في سائل معيق. يعني انت سائل عم تشوفه من اذن مثقوبه، بتعالج هون، بتعالج يمكن حتى بالتهاب الاذن الوسطى السيلاني العلاج يكون جراحي كبير، حج خشاء يعني ما يستجيب للعلاجات العاديه. يمكن ان تلجأ لعمل جراحي كبير على الاذن اذا كان في عنا التهاب اذن وسطى سيلاني. السائل عم يطلع، عم يخرب جوا الاذن، وصل لجوا كتير. ففي مشاكل تانية لازم تدور عليها. فبدك تعالج، ما استفاد الشخص على العلاج تفكر بعمل جراحي كبير حتى. طيب دكتورة، في ممكن يكون في أدوية بتأثر على السمع؟ طبعا في أدوية أدوية تسبب تأثر على السمع غير عكوسة، يعني ممكن ما تتراجع يعني. وفي أدوية بتأثر على السمع مثل الأسبرين إذا وقفته بيتراجع. بالنسبة لموضوع الأدوية، صادات معينة مثل الجنتامايسين، فانكومايسين، هدول بتأثر على السمع. في أدوية مدرات تأثر على السمع، في أدوية كيماوية تؤثر على السمع، في أدوية مثل ما حكيت لك مثل الأسبرين تؤثر على السمع لكنها عكوسة، في أدوية غير عكوسة. يعني أدوية تؤثر طبعا بآلية تراكمية تؤثر على السمع، ممكن أن تسبب فقدان سمع، نقص سمع، التواترات العالية غير قابل للتراجع، غير عكوس. طيب دكتورة، لو بآخر سؤال، لو بشكل مختصر تحكينا عن انحراف الوتيرة أو الجيوب، أسبابها، أعراضها لو سمحت. هلا التهاب الجيوب فينا كمان نفس الشيء نصنفه لالتهاب جيوب حاد ومزمن حسب فترة العلاج، حسب فترة الإنتان. السبب كما ذكرت السبب فيروسي بالأول. نعم. بتحول لجرثومي. يمكن التهاب الجيوب يكون فطري كمان. هلا التهابات الجيوب الأعراض، الحاد يختلف عن المزمن. الحاد في صداع، في ألم، في إيلام وجهي يعني، في صداع، في انسداد أنف، حتى يمكن في سعال، في رائحة أنف كريهة. بالنسبة للمزمن يعاني الشخص من الانسداد أكثر، الألم والحرارة بيكون أقل. طريقة العلاج كمان الحاد يعني حسب السبب، سبب فيروسي طريقة العلاج تختلف، سبب جرثومي طريق العلاج يختلف. إذا في عنا إنتان التهاب جيوب مزمن يمكن أن تفكر بالعمل الجراحي إذا فشل العلاج الدوائي. هلا موضوع الوتيرة هو حاجز الأنفي، يعني هو الحاجز، يعني هو يمكن يكون منحرف أو غير، فهون يسبب لك انسداد. انحراف الوتيرة هو يعني يسبب انسداد دسام الأنف الداخلي. يعني هلا تدور على السبب، شو هو السبب؟ السبب هو خلقي، السبب هو رضي، السبب هو طبي، شو هو السبب مشان تعالج. والأغلب إذا كان في انسداد أنفي والشخص متضايق من الوتيرة يعالج عمل جراحي، تقويم وتيرة بالعمل الجراحي. نعم. دكتورة، في عنا آخر سؤال على البث المباشر من الأخت غالية إبراهيم، عم بتقول دكتورة أبي بيعاني من ضعف بعصب السمع، هل من علاج؟ هلا حسب عمر الأب، يعني إذا الأب يعاني من نقص سمع شيخي العلاج هو السماعات الطبية. يعني السماعة الطبية ما في علاج. هلا إذا عدم سمع وما عم يسمع، نقص سمع حسي عصبي شديد، يفكر بزرع الحلزون وهي الأمور، السماعات هي الأفضل بضعف السمع. ضعف السمع ونقص السمع الشيخي إذا كان السبب مشكلة حسي عصب، نقص سمع حسي عصبي، فالعلاج هو السماعة الطبية توضع. يعني يعطيكي ألف عافية دكتورة. يسلم كتير، شرف. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة سوى أن أشكر ضيفتي الكريمة دكتورة همرين شيخ موسى فتاح، أخصائية بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وخريجة جامعة دمشق وحائزة على البورد السوري. وجزيل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، على أمل أن نلقاكم بخير وعافية في الأسبوع المقبل. تحية لطاقم العمل على حسو وشيرين تيلو. من هنا إلى حلقة قادمة، أنا محمد عيسى أحييكم وفي أمان الله. راديو بويار FM.